الفيديو اللي بعد كده هنبين فيه الشباك. انا مثلا عندي دي اوضه نوم كانت تانية، ده كان حمام. فمن الاول خالص واحنا بنفكر قلبناه الدريسنج، وعشان نفرش الاوضه دي كان فيها شباكين، في شباك الاساسي اللي بيدخل لنا الاضاءه، وفي كان في شباك من الظهر ده كان تقريبا غربي. فعشان نفرش خدنا السايد الطويل، هو ده اللي هنحط عليه السرير بتاعنا بالهيد بورد، وقدامه مثلا يبقى التي في يونت والدريسر بتاعنا. لان الاوضه دي واضح ان هي يعني وجود الشبابيك دي تعتبر شبابيك كتير على الاوضه كده، مفيش حيطه نفرش فيها بشكل كويس، فطبعا هو لما يتقفل هيبقى احسن في التصميم ده. غير بقى ان يعني يمكن اغلب الكومباوندز بيبقى ليها اشتراطات معينه ان احنا ما نغيرش الواجهه وكده، فعشان كده شباك زي ده لما نيجي نقفله بنقدر ان احنا نقفله من جوه، بس نستغل الحيطه من جوه نفرش عليها، ومن بره نسيبه شباك عادي عشان بالظبط الهيئه بنقفل الهندسيه بتاعت بس الكومباوند توافق سايد عليها. من جوه، الحته اللي جوه دي بس هي اللي بنقفلها، وبنقدر نركب نفس الشباك اللي موجود في الجزء الخارجي، بحيث انه ما يتغيرش في الواجهه حتى لو هو مش كومباوند، حتى لو هي واجهه عاديه، عشان ما نغيرش منظر العماره او ايا كان. بالظبط. بالظبط، فنحافظ على الشكل اللي موجود وفي نفس الوقت ما يضايقناش. والاوضه الثانيه خلاص عشان احنا عارفين من الاول، فاحنا اوريدي خلاص بدانا نقسمها عادي كالدريسنج بتاعنا، يعني ما فيهوش اي مشكله.